ودلوقتي بقى بعد ما خلصناها هنقطعها واوريكم طعمها بقى عامل ازاي. يا مساء الخير اخواتي، قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي. النهارده هعمل لكم مكرونه بلبن فرن، حاجه كده عظمه زي بتاعه المحلات ويمكن احلى كمان. اول حاجه جبنا المكرونه بتاعتنا وسلقناها وهنسيبها كده لغايه لما تطرى معانا، وحطينا سنه زيت علشان ما تعجنش معانا. بعد كده جبنا 2 لتر لبن وحطيناهم على النار ونسيبهم كده يغلوا على النار. بعد كده اقول لكم الخطوات التانيه هتبقى ايه. وبكده المكرونه اتسلقت. بعد كده هناخد المكرونه وهنصفيها بمصفى. بعد ما حطينا المكرونه في المصفى هنفتح عليها الميه وهنغسلها. واحنا كده غسلنا المكرونه، بعد كده هنقوم رايحين عند اللبن. اللبن لما يبتدي يغلي كده نقوم موطيين عليه شويه، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه، احلى تكات هنعملها مع بعض. وكده خلاص اللبن غلى وطلع معانا، نسيبه بقى ونهدي كده عليه شويه ونوطي عليه النار. وبعد ما اللبن خلاص غلى وطينا عليه النار، بعد كده هنحط كيسين من الفانيليا، وبعد كده هنحط 2 كوبايه من السكر. وبعد ما حطينا الكيسين الفانيليا وكوبايتين سكر نقلبهم كويس جدا لغايه لما يدوبوا معانا. وبعد كده هنحط معلقتين من السمنه او الزبده حسب اللي موجود في البيت. وبعد كده نقلبه كويس جدا قوي. مكرونه بلبن عظمه، حاجه كده هتبقى عظمه ان شاء الله. يا ريت كلكم تعملوه في البيت بنفس الطريقه، هيطلع حاجه محترمه او طعمه جميل. وبعد كده لو عندنا شويه جوز هند او زبيب ممكن نحطهم كمان، واللبن بيغلي مع الحاجات اللي احنا حطيناها. بعد كده هنقلبه كمان تقلبتين كده. مكرونه بلبن فرن، حاجه كده عظمه عظمه. وبعد ما غسلنا المكرونه هنقوم منزلينها في اللبن بس بالراحه قوي. وبعد ما نزلنا المكرونه هنقلبها كده كويس جدا ونسيبها على النار برضو شويه لغايه لما اللبن يبتدي يسخن تاني من اول وجديد علشان اللبن يندمج مع المكرونه. دي المكرونه باللبن يمكن احسن من بتاعه المحلات كمان، يعني زودنا عليها جوز وزبيب وزبده او سمنه حسب اللي موجود عندنا. ولو مفيش الخامات ديت مش مشكله خالص، نقدر نعملها كده في البيت بدون الجوز والزبيب او السمنه او الزبده لو مش متاح عندنا في البيت. ونقلبها كده كويس وبعد كده نسيبها تغلي بقى مع نفسها. نكون احنا جهزنا الصينيه اللي هنحطها في الفرن. بعد كده هنجيب كوبايه وهنجيب النشا وهنحط في الكوبايه 4 معالق من النشا. وبعد ما حطينا 4 معالق نشا في الكوبايه هنحط 3/4 كوبايه لبن. وبكده بدأ يغلي معانا، يعني كده خلاص سخن في المرحله التانيه. بعد كده هنوطي عليه النار خالص وهنجيب بقى النشا، وهنجيب النشا بتاعنا وهننزل كده تدريجيا لغايه لما يتقل معانا. وبعد ما نزلنا كده تدريجيا بالنشا نبدأ كده نقلب مكرونه بلبن بتاعتنا بالراحه لغايه لما النشا يندمج معاها ويبدا يدينا القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. يعني ما احناش عايزينه تقيل قوي ولا خفيف قوي، يكون مظبوط كده معانا. وكده خلاص ادانا القوام المظبوط بعد ما قلبنا النشا. زي ما انتم شايفين اهو القوام مظبوط قوي، يعني مدينا قوام كده ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، لان المكرونه بلبن لما بتتساب شويه بتتقل وبتدينا قوام كده مظبوط جدا. وبعد كده بقى هنجهز الصينيه بتاعتنا وهننزل في الصينيه وندخلها الفرن على درجه حراره 150. نسيبها من فوق في الشوايه، يعني تتحمر من فوق الوش بس. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما حطيناها في الصينيه هننزلها بقى الفرن واوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. تحفه قوي، حاجه كده هتبقى عظمه ان شاء الله. وكده حطيناها في الفرن على درجه حراره 150 الشوايه فقط لا غير، يعني هنديها وش تحمير وبس كده خلاص.
خلصت المكرونه بلبن، ودي بقى كانت شكلها النهائي بعد ما طلعت من الفرن. طبعا حاجه كده عظمه قوي، كلها محمره زي ما انتم شايفين. لما تبرد بقى هنقطعها وهناكلها مع بعض، وهقول لكم طعمها ايه علشان نعملها بنفس الطريقه دي زي بتاعه المحلات ويمكن احلى كمان. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه. كان معاكم احمد الشناوي.